بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها جوليا وجوزها فرانكو وهم ناقلين لمدينة رومانيا، وبيتضح ان جوليا ما بتعرفش تتكلم اللغة الرومانية، وده على عكس جوزها فرانك اللي بيعرف يتواصل بيها كويس جدا. ولما بيوصلوا البيت بيحطوا اغراضهم، وبالليل ما بتقدرش جوليا انها تنام وبتقف في الشباك، ولكنها بتلاحظ ان في حد في الشباك اللي قدامها بيبصلها، وما بتكونش متأكدة من اللي شايفاه، وده لان المطر بيكون غزير جدا. وفي تاني يوم بتحاول جوليا انها تتعلم بعض الجمل الرومانية، وبتنزل الشارع وبتحاول تستخدم الجمل اللي اتعلمتها، وده عشان تعرف تفهم الناس وتتواصل معاهم. ولما بترجع البيت بتتفاجئ لما بتشوف باب شقتها مفتوح، ولما بتدخل بتظهر لها صاحبة الشقة وبيكون معاها راجل غريب، وبتشرح لها ان ده كهربائي بيصلح الإضاءة. ولكن جوليا بصعوبة بتفهم قصدها، وده بعد ما شاورت لها على اللمبات بتاعة البيت. وبعدها بتقف جوليا قدام الشباك وبتطفي النور بتاع شقتها، وبتركز على نفس العمارة اللي كان بيراقبها منها الراجل اللي شافته امبارح، وبتتصدم لما بتلاقيه لسه واقف ورا الشباك وبيبصلها بتركيز وكأنه بيراقبها. وفي نفس اللحظة دي بيوصل جوزها وبيشغل النور، وبيسألها عن السبب اللي مخليها واقفة عند الشباك في الضلمة. فبتعرفه جوليا ان الناس بتراقبهم من وقت ما سكنوا في الشقة دي، فبيخفف فرانك عنها التوتر وبيقول لها ان ده طبيعي لانهم الاجانب الوحيدين اللي ساكنين هنا. فبتطمن جوليا بكلامه ومش بتفكر في موضوع الراجل اللي بيراقبها. وتاني يوم بتخرج جوليا مع جوزها يتمشوا ويتعرفوا على البلد والمنطقة اللي ساكنين فيها، ولكنهم بيتفاجئوا بالإسعاف والبوليس وهم محاوطين العمارة اللي على أول شارعهم. وبتقلق جوليا وبتسأل جوزها عن اللي بيحصل، وبيعرف فرانك من جيرانه إن في بنت اتقتلت ولسه ما عرفوش سبب موتها أو الشخص اللي قتلها، ولكن ما بيرضاش يقول لجوليا، وده علشان ما تقلقش أكتر ما هي قلقانة. فبتخاف جوليا من اللي قاله فرانك وبتشك إنهم عايشين في منطقة خطيرة. وبعدها جوليا بتتكلم مع فرانك وبتعرفه إنها قلقانة بسبب الراجل اللي بيراقبها، وإنه ما بيظهرش إلا بالليل وبيختفي طول النهار. فبيطمنها فرانك إنه هيستنى لليل ويشوفه بنفسه. وفي نفس اليوم بالليل بيجي صديق فرانك في الشغل يزوره هو ومراته، وبيبدأوا إنهم يتكلموا عن الجريمة اللي حصلت في الشارع بتاعهم. وبيعرفوا صديقه إنها مش أول جريمة تحصل، وإن من شهر اتقتلت بنت بنفس الطريقة وفي نفس العمر. فبتسأله جوليا بقلق عن الطريقة اللي ماتت بيها، فبيعرفها إن القاتل فصل راسها عن جسمها. فبتضايق جوليا من فرانك لأنه ما حكالهاش اللي حصل لما سألته وقت الإسعاف. فبيقول لها فرانك إنه ما حبش يقلقها أكتر، وخصوصا إنها بتقعد لوحدها كتير. وتاني يوم بتروح جوليا للكافيه وبتتابع تفاصيل الحادثة وأقوال الشهود، وبتعرف إن القتيلة كانت بتحس إن القاتل بيراقبها طول الوقت من قبل ما يقتلها، وإنها كانت بتشوفه وهي لوحدها وكان بيراقب كل تحركاتها، وإنها حاولت تستنجد بكل اللي حواليها، ولكن وقتها ما حدش صدقها، وده لأن القاتل مش بيظهر إلا في الوقت اللي بتكون الضحية لوحدها فيه. وجوليا بتقارن بين كلام الضحية واللي بيحصل معاها، وبتترعب أكتر لما بتلاقيه شبه متطابق. وبعدها بتحاول جوليا إنها تنسى اللي بيحصل لها وبتروح للسينما، وفجأة بتحس إن في حد قاعد وراها، ولما بتبص وراها بتشوف الجزمة بتاعته. فبتترعب وبتسيب المكان بسرعة وبتمشي. ولما بتهدى شوية بتروح السوبر ماركت تشتري شوية طلبات، وأثناء ما بتشتري الطلبات بتلاحظ إن في حد بيبص لها ومركز معاها. ولما بتبص على رجله بتلاقيها نفس الجزمة اللي شافتها في السينما. فبتخاف جوليا وبتستخبى في المخزن بتاع السوبر ماركت، ولما بتبص من الباب بتشوفه وهو بيدور عليها، ولكن في نفس الوقت بيظهر من وراها عامل وبيسألها عن سبب دخولها للمخزن. فبتقول له وهي خايفة إنها محتاجة تخرج من المكان ده بسرعة، فبيشاور لها على باب الخروج وبتخرج. ولما بتروح بيجي فرانك للبيت وبيلاحظ إنها مش بتاكل ولا بتتكلم معاه، وبيسألها عن اللي بيحصل معاها. فبتحكي له جوليا عن الراجل اللي بيراقبها وإنه مشى وراها من السينما للسوبر ماركت. فبيقلق فرانك على جوليا وبيعرض عليها إنهم يراجعوا كاميرات السوبر ماركت. ولما بيروحوا للسوبر ماركت بيطلبوا من العامل إنهم يراجعوا الكاميرات، وبيظهر في تسجيل الكاميرات نفس اللي هي حكته، ولكن فرانك بيشوفه من وجهة نظر تانية. وبكل بساطة بيشوف إن الراجل لما بيسمع حاجة بتتكسر راح يبص عليها، وده غير اللي هي حكته لما قالت إن هي لما هربت راح يدور عليها. وبتتضايق جوليا لما فرانك بيقول لها إن طبيعي الناس تبص لها باستغراب وهي بتجري وخايفة من غير سبب منطقي، وبيبان من كلام فرانك إنه شايفها بتبالغ. وتاني يوم بنشوف جوليا وهي قاعدة في البيت لوحدها، ولكن فجأة بيخبط باب شقتها، وبتترعب جوليا وبتتحرك ناحية الباب بخوف، ولكنها بتطمن لما بتفتح الباب وبتشوف ست عجوزة من جيرانها، وبتلاقيها بتتكلم معاها باللغة الرومانية. فبتحاول جوليا إنها توصل لها إنها مش بتفهم اللغة الرومانية. وفي نفس اللحظة دي بتظهر شابة ساكنة في الشقة اللي جنبها وبيكون اسمها إيرينا، وبترجم لها كلام الست وبتعرفها إنها بتسأل عن القط بتاعها إذا كانت شافته
او لا. وبتعرض إيرينا على جوليا انهم يشربوا حاجة سوا، فبتتحمس جوليا خاصة انها حاسة بالوحدة وبتروح تقعد معاها في شقتها. وبتسألها إيرينا عن سبب نقلها لرومانيا، فبتعرفها جوليا ان جوزها جات له ترقية في شغله واضطر انه يرجع لرومانيا. فبتقول لها إيرينا انها حاسة بشعورها، وده لانها لما نقلت جديد حست بالوحدة والخوف، وعشان كده اشترت مسدس علشان تدافع بيه عن نفسها. فبتقترح عليها يكونوا اصحاب وهي هتحميها، وبتفرح جوليا وبتوافق. ولما بترجع جوليا للبيت بتقف قدام الشباك، ووقتها بتشوف نفس الراجل واقف بيراقبها. وبتحب جوليا انها تتاكد اذا كان واقف علشانها وبيراقبها ولا لا، وبتحرك ايديها وكانها بتشاور له. وبتتصدم لما بتشوفه بيشاور لها، وما بتكونش جوليا قادره تحدد شكله او ملامحه، وده بسبب انه واقف ورا ستاره وظله بس هو اللي واضح. وجوليا بتستنى فرانكو وبتحكي له اللي حصل، وبتطلب منه انه يتصل بالشرطه. وبالرغم انه مش بيقتنع بكلامها الا انه بيتصل بالشرطه زي ما طلبت. ولما بيجي الشرطي بتحكي له جوليا عن اللي حصل معاها، وان في حد بيراقبها طول الوقت، لدرجه انها لما شاورت له رد عليها بنفس الاشاره. فبيقترح الشرطي انه يروح يتكلم معاه ويتاكد من كلامها. وفرانك بيقرر انه يروح مع الشرطي لبيت الراجل. وبعدها بيرجع فرانك لشقته، وبيقول لجوليا ان من الطبيعي ان الراجل اللي ساكن في نفس الشارع هيروح لنفس السوبر ماركت اللي في منطقتهم، وان ده مش سبب يخليها تظن انه بيراقبها. وبتغضب جوليا من فرانك لانه مش واخد كلامها بجديه وبيدور على مبررات تانية. وبتطلب منه انه يصدقها، وبتوضح انها مش مجنونه، وده لانها متاكده تماما انه بيراقبها. وبتعرفه انها عايزه تمشي وترجع بلدها مره تانية. فبيزعل فرانك من كلامها وبيفهمها انها متوتره مش اكتر، وده بسبب انها نقلت لمكان جديد ومدينه جديده، وانه مش هيقدر يسيب شغله فجاه ويمشي بدون اي مبررات منطقيه. فبتقرر جوليا انها تثبت له انها مش مجنونه. وتاني يوم بتروح جوليا للشارع، ولكنها بتتفاجئ بنفس الراجل اللي شافته في السوبر ماركت وهو معدي قدامها. وبتستغل جوليا الفرصه انه ما شافهاش، وبتمشي وراه علشان تراقبه. وبتفضل ماشيه وراه لغايه ما بتلاقيه دخل لعماره غريبه. وبتدخل وراه وبتتفاجئ لما بتلاقي ملهى ليلي في البدروم بتاع العماره. ومش بتتردد جوليا وبتدخل وراه للملهى. وقبل ما يشوفها بتظهر إيرينا، وبنكتشف انها شغاله في نفس الملهى الليلي. وبتعرفها جوليا انها مشيت ورا الراجل اللي بيراقبها لغايه هنا، وانها شافت انه بيشتغل عامل نظافه، وبتسالها عن اسمه. وبتستغرب إيرينا وبتعرفها ان العمال هنا بيتغيروا من وقت للتاني ومحدش بيعرف هويتهم الحقيقيه. وبعدها بنشوف جوليا في بيتها، ولكنها فجاه بتسمع صوت صراخ جاي من شقه إيرينا. فبتخاف جوليا وبتروح لهناك، وبتفضل تخبط عليها ولكن محدش بيفتح. وبيتجمع حواليها سكان العماره وصاحبه البيت، وبتطلب منها جوليا انها تفتح لها شقه إيرينا لانها سمعت صوت صراخ جاي من اوضه نومها. وبسبب اصرار جوليا وخوف السكان اللي في العماره بتضطر صاحبه العماره انها تفتح الباب. والغريب انهم لما بيدخلوا ما بيلاقوش حد في الشقه. وبتتضايق صاحبه العماره من تصرفات جوليا لانها تسببت في خوف السكان، وبتشكيها لجوزها وبتحذره ان تصرفات جوليا هتكون سبب في طردهم من البيت. وبتحاول بعدها جوليا انها توصل لإيرينا، وده لانها ما رجعتش للبيت من اخر مره شافتها فيها. وفي نفس الوقت بتسمع خبط على باب شقه إيرينا، وبتروح على الصوت وبتلاقي حبيب إيرينا واقف على الباب. فبيعرفها انها مختفيه من امبارح، وده بالرغم من انهم كانوا متفقين انهم يتقابلوا في شقته، الا انها ما جاتش، وده السبب اللي مخليه قلقان عليها. فبتقترح عليه جوليا انها ترن عليها، وبتطلب منه رقمها. وبيتصلوا بيها ولكن تليفونها بيرن جوه الشقه. وبيدعي حبيب إيرينا وبيفكرها بتتجاهله وبيكون هيمشي، ولكن جوليا بتوقفه وبتطلب منه انه يروح معاها لبيت الراجل اللي بيراقبها، وده لانها عاوزه تتاكد انه نفس الراجل اللي شافته في السوبر ماركت ولا لا. فبيوافق حبيب إيرينا وبيروح معاها. وبتكون الخطه انه يستدرجه ويخليه يخرج من شقته، وده علشان تشوفه من غير ما يشوفها. ولما بيوصلوا لشقه الراجل بيفضل يخبط عليه وبيشتمه، ولكنه ما بيفتحش الباب. فبيعرفها حبيب إيرينا انه ممكن ما يكونش موجود، وانه عمل اللي عليه وبيسيبها وبيمشي. وهنا بتقرر جوليا انها تروح للباب، وبتخبط هي، وبتقرر انها ما تخافش منه. ولكن بتتفاجئ لما بيفتح لها راجل عجوز، وبتعتذر له جوليا وبتمشي. وفي نفس اللحظه اللي بتكون نازله في الاسانسير بيظهر الراجل المجهول وبيفضل يبص لها. وبعد ما بترجع لشقتها بتلاقي جوزها بينادي عليها، وبتلاقي الشرطي ومعاه الراجل اللي راحت له بيته. والشرطي بيقول لها ان الراجل ده مقدم فيها شكوى انها بتراقبه وبتمشي وراه، وكمان راحت لشقته وخبطت الباب على والده المريض وشتموه. وبيقترح الشرطي انهم يحلوا الموضوع ودي بدل ما المشكله توصل لاسم الشرطه. فبتضطر جوليا انها تتصالح مع الراجل وبتمشي بسرعه وهي مرعوبه منه. وبعدها بيتكلم معاها فرانك وبيطمنها انهم قبضوا على القاتل اللي ذبح جارتهم، وانها ممكن تطمن اكتر دلوقتي، وده لان القاتل بقى في السجن، وان مفيش داعي توتر نفسها على حاجه ما بقتش موجوده. ولكن جوليا مش بتقتنع بكلامه، وبيتخانق معاها فرانك وبيبقى شايف انها بتبالغ او موهومه بحاجات مش موجوده. وتاني يوم فرانك بيكون عنده عشاء عمل وبياخدها معاه، وهناك بيقول سايمون زميله انه سمع بالمشاكل اللي بتدور بينهم وبين الجيران
المكان، وبتلاقي فرانك بيتكلم باللغة الرومانية معاهم وبعدها بيضحكوا، ولأنها كانت بتحاول تتعلم اللغة الرومانية بقالها فترة بتفهم بعض الكلام اللي هو بيقوله، وبتعرف إنه بيتريق على خوفها والحالة اللي بتمر بيها، وده بيعصبها وبتسيب المكان وبتمشي جوليا في الشارع وهي حزينة وبتركب المترو، وفجأة بتشوف نفس الراجل اللي بيراقبها وبتحس بالخوف منه مرة تانية، ولكن المرة دي بتقرر تواجهه وبتسأله عن سبب مراقبته ليها. والأول مرة بيتكلم معاها وبيقول إنها فهمت غلط، وبيوضح لها إنه عايش مع والده المسن لوحده، وأحيانا من الملل بيحب يتفرج على الناس اللي ماشية في الشارع، وإنه فرح جدا لما لقى حد لاحظ وجوده وقت ما شاورت له وظن إنها بتحاول تتعرف عليه أو يكونوا أصدقاء، ولكنه اتصدم لما بلغت عنه الشرطة، وبعدين شافها وهي بتراقبه وبتمشي وراه لمكان شغله، وكمان جابت حد يهدده هو ووالده واضطر إنه يبلغ الشرطة علشان يحمي نفسه، وبيعتذر لها عن سوء التفاهم. وبالرغم إن كلامه المفروض يطمنها إلا إنها بتنزل من المترو وبتمشي وهي خايفة، ولما بترجع البيت بتقرر إنها تلم هدومها وتسافر، ولكن في نفس اللحظة دي بتسمع صوت مزيكا عالي طالع من شقة إيرينا، وبتروح هناك وبتخبط على الباب وبتفتحه، وبتدخل الشقة وبتدور على إيرينا، ولكنها بتصطدم لما بتشوف جسمها مفصول عن راسها، وقبل ما تصرخ بيهجم عليها حد مجهول وبيكتم نفسها، وبتفوق جوليا وبتلاقي نفسها قدام الراجل جارها واللي كانت شاكة فيه من البداية، وبيهددها إنها لو صرخت هيقتلها، ولكن جوليا أول ما بتسمع صوت جوزها وهو بينادي عليها في شقتهم بتصرخ، ومش بيتردد القاتل إنه يقطع رقبتها، وبتفضل جوليا تزحف ولكنها ما بتقدرش توصل للدرج اللي كانت إيرينا شايلة فيه مسدسها، وبتموت من كتر النزيف. وفي نفس الوقت ده بيرن فرانك على تليفون جوليا وبيسمعه بيرن في الشقة اللي جنبهم، ولما بيروح لمصدر الصوت بيتفاجئ بالراجل اللي كانت بتتكلم عنه جوليا طالع من شقته، ولما بيحاول يوقفه فجأة الراجل بينضرب بالنار وبيموت، وبيظهر ان جوليا كانت بتمثل انها ماتت، وده لانها لقت انه هيكون اسرع منها انه ياخد المسدس، ولانها بتنزف طاقتها مش هتسمح لها انها تقاومه، ولكنها كانت ذكية كفاية انها تقنعه انها ماتت علشان يسيبها ويمشي، وبمجرد ما مشى من جنبها وصلت للمسدس وضربت عليه نار، وبيتصدم فرانك لما بيشوف جوليا وهي واقفة قدامه ورقبتها بتنزف، وبيظهر ان القاتل جرحها جرح بسيط وعلشان كده ما ماتتش. وبيخلص الفيلم بعد معركة شرسة بتنتهي لأول مرة لصالح الضحية، والقاتل اللي كان شايفها مجرد بنت ضعيفة مش هتقدر تدافع عن نفسها هو دلوقتي اللي مقتول ومرمي على الأرض. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة، وسلام.